اليوم راح أعمل معاكم كرات البطاطا المحشية بالجبن المقرمشة اللذيذة. قبل بداية الفيديو الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من فيديوهاتي. دعمكم مهم لي لكي أستمر. تعالوا نشوف مع بعض كيف عملت كرات هالبطاطا. في البداية أنا راح أحضر المكونات في صحن. أول إشي سلقت البطاطا وحطيتها في هذا الصحن. هلا بدي أهرسها هيك بالإيد، وراح أضيف لها المكونات. طبعا المقادير والمكونات راح تلاقوها في بداية الفيديو وفي صندوق الوصف. هلا بعد ما هرست البطاطا منيح راح أضيف لها البهارات اللي هي ملح فلفل أسود وبهارات البطاطا، وراح نضيف لها النشا. راح أعجنهم مع بعض كتير منيح. هيك عندي جانست المكونات. هلا بدي أحضر صحن فيه بقسماط وبيض، وصحن فيه مكعبات جبنة. اختاروا الجبنة اللي بتحبوها حسب رغبتكم. البيض حطيت عليه رشة ملح. هلا راح أكورهم إلى كرات. أول إشي بدي أحشيها بقطع الجبنة وأكورها لكرات، وأغمسهم بكل خليط مرة بالبيض ومرة بالبقسماط. وهذا شكلهم بعد ما حشيتهم. هلا على نار على زيت حامي بدي أقليهم، وهذا شكلهم بعد القلي. جربوها كتير زاكية وراح تعجبكم، وألف صحة وهنا. لمزيد من الوصفات اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ودعموني على قناتي، وشكرا لكم على الدعم. وهذا شكلها بعد ما جهزت كرات البطاطا.